انشراح موسى المصرية اللي أصبحت جاسوسة لإسرائيل وغيرت اسمها لدينا بن ديفيد. طب مين هي انشراح موسى؟ انشراح موسى دي من أشهر الجواسيس اللي عملوا حساب لإسرائيل في وقت حرب 1967، ونجحت المخابرات المصرية في القبض عليها هي وجوزها إبراهيم شاهين وولادها الثلاثة نبيل ومحمد وعادل في وقت حرب أكتوبر 1973. تعالوا نشوف الموضوع من الاول خالص مع بعض، بس الاول ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناه تكبر والفيديو يظهر لاكبر عدد ممكن. اتولدت انشراح موسى سنه 1937 في محافظه المنيا، وحصلت على الشهاده الاعداديه سنه 1951. وبعد المرحله الاعداديه بدات ان هي تبقى ملفته شويه بسبب جمالها، وتعرفت وقتها على واحد اسمه ابراهيم شاهين في فرح واحده من قرايبها، وفي فتره قصيره اتجوزوا. بس بعد ما اتجوزوا راحوا عشان يعيشوا في العريش عشان شغل جوزها كان هناك في العريش، وكان محاسب بمكتب مديرية العمل. وجوزها ما كانش كويس وكان بياخد رشوة كتير من الناس، وفي مرة من المرات اتهموا جوزها بالرشوة ودخل وقتها السجن وقعد كذا شهر. وطبعا لما طلع من الحبس اتطرد من شغله، وفي نفس الفترة اللي اتطرد فيها من شغله وقتها كانت حرب 1967، وإسرائيل وقتها كانت محتلة سيناء، وكان كل همها ان هي تجند عملاء في مصر. ووقتها اتعرف ابراهيم شاهين على الحاكم الاسرائيلي في سيناء وقت هزيمة 1967. وفي الفترة دي عشان تروح من العريش للقاهرة كان لازم تبقى بموافقة السلطات الإسرائيلية، وشاهين كان محتاج ان هو يروح للقاهرة عشان يطمن على ولاده وان هم كويسين وكانوا عايشين مع اخوه في فترة الدراسة. فقرروا وقتها ان هم يجندوا ابراهيم شاهين، والموساد الاسرائيلي قرر ان هو يغريه بالفلوس وان هو يأمن حياة اسرته في العريش. ولما انشراح مراته سألته انت جبت الفلوس دي منين، قال لها على العرض اللي عرضته عليه اسرائيل. وطبعا هي رحبت بالكلام ده جدا، وخلاص بقت هي كمان التانية بقت جاسوسة معاه، والاتنين بقى بيجيلهم تدريبات باستخدام الحبر السري والرسائل المشفرة. ده غير انهم زودوهم باحدث الكاميرات لتصوير المواقع العسكرية، ده غير كمان انهم دربوهم على اسلحة مختلفة ومعدات عسكرية كتير جدا. واسم ابراهيم وانشراح في المخابرات الاسرائيلية اسم موسى حييم ودينا حييم. وابراهيم شاهين ما كانش مكتفي بان يخلي مراته جاسوسة وبس، لا ده قرر ان هو يخلي ولاده التلاتة يبقى جواسيس زيه، فخلوهم يصاحبوا اولاد الضباط عشان يعرفوا مواعيد الشغل بتاعهم ومكانه فين. وسافر ابراهيم مع عيلته للقاهرة، بس ده كان بسبب ان هو يجمع معلومات ويبعتها لتل ابيب. وبالمعلومات اللي بعتوها استخدمتها اسرائيل في استهداف الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف. وبعد ما تم تجنيد ابراهيم شاهين وزوجته انشراح موسى اكتر من مرة سافروا لاسرائيل. وبعد حرب اكتوبر 1973 بعتوا لهم الجهاز ده كان حديث جدا، وده عشان يستخدموه لإرسال الرسائل المشفرة بسرعة جدا لتل أبيب. ومن سنة 1967 ل 1974 ودي المدة اللي اتجسست فيها العيلة كلها لصالح إسرائيل، وبعتوا بيانات كتير جدا على المجتمع المصري غير الفيديوهات والصور الحساسة جدا للجيش المصري. ونروح بقى للحظة سقوط العيلة كلها. المخابرات المصرية قدرت ان هي تكتشف ذبذبات الجهاز اللي عطتها لهم اسرائيل. تم القبض وقتها على ابراهيم شاهين سنة 1974، وفي الوقت ده انشراح كانت في ايطاليا في روما، طبعا كانت بتقابل ضابط اسرائيلي. ولما رجعت لمصر 24 اغسطس 1974 وقت وصولها لمصر فورا اتفاجئت بضباط المخابرات المصرية بيقبضوا عليها، واعترفت في التحقيقات بتاعتها بانها كانت بتشتغل جاسوسة لصالح اسرائيل. وابراهيم شاهين اعترف ان المخابرات الاسرائيلية وعدته ب1,000,000 دولار لو بلغ عن استعدادات مصر العسكرية وحرب اكتوبر. واكتشفت المخابرات المصرية وقتها جهاز لاسلكي صنعته امريكا، وده كان الاكثر تقدم في العالم في وقتها، وكان بيبعت رسالة في 12 ثانية وقتها. واتحكم على ابراهيم شاهين وانشراح موسى بالحكم بالاعدام شنقا في 24 نوفمبر 1974. واتحكم على الابن الاكبر بالسجن 5 سنين، الاتنين الصغيرين ودوهم الاحداث. وتم اعدام ابراهيم شاهين في سنة 1977، بس اسرائيل اجلت تنفيذ حكم الاعدام لزوجته. وتم الافراج عن انشراح موسى كجزء من صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل، وطبعا كان معاها ولادها الثلاثة. وبعد ما قضت 3 سنين في السجن اصدر الرئيس انور السادات عفو عنها عشان تعول ولادها سنة 1977، وتم تسليمها رسميا لإسرائيل. نروح بقى لحياتهم في إسرائيل. في سنة 1979 قرر عادل شاهين أصغر واحد في ولادها إن هو يسيب مصر، والكلام ده كان عن طريق إن هو يعدي من سيناء.
وده كان بمساعدة مرشد بدوي. وأول ما وصل هناك غير اسمه لرافي بن ديفيد. وبعد ما العيلة كلها راحت لإسرائيل، رافي ديفيد كان أول واحد يعتنق الديانة اليهودية، ومن بعدها دخلت العيلة كلها اليهودية من بعده، وانشراح موسى بقى اسمها دينا بن ديفيد، ونبيل ومحمد ولادها بقى اسمهم يوسي وحييم. وفي الفترة دي انشراح موسى قالت ان محدش كان عارف حاجة عن حياتهم السابقة تماما، وان الامر كان هيبقى فجأة للكل. بس في سنة 1989 اتهمت انشراح موسى المسؤولين الإسرائيليين بعدم تقدير الخدمات اللي قدمتها لإسرائيل هي وولادها، وقالت كمان إن هي حذرت الموساد الإسرائيلي عن عملية الجيش المصري هيعملها في 6 أكتوبر، بس المخابرات الإسرائيلية تجاهلت المعلومات دي كلها، واعترفت إن هي وجوزها كانوا بيتجسسوا عشان خاطر الفلوس، وإن كان كل شهر كان بيوصل لهم من إسرائيل 1750 دولار. ورافي ديفيد ابنها قبل ما يموت كشف اسم والدته الحقيقي، وهي انشراح علي مرسي مش انشراح موسى. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو عجبكم ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تكبر. وكان معكم حسن الخولي.